ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا مع قناتكم اسرار المطبخ مع سمسمة. النهارده نقدم فيديو جديد مع بعض. هنعمل مع بعض القرص الهشة بطريقه جميله. انا قلت اقول لكم على الطريقه اللي هعملها دي. انا جيت اغلي كيلو لبن لقيته قاطع، فانا هعمل بيها القرص وبديله اللبن الرايب. 2 كيلو دقيق وكيلو لبن رايب، ولو احتاج يعني لسه العجينة ما بقيتش معانا كويسة ممكن نكمل بشوية مية. ونحط على الدقيق معلقة ملح صغيرة يعني مش كبيرة، و3 معالق خميرة وورقة بيكنج باودر، ونص كوباية سكر ونص كوباية زبدة. دي المقادير اللي معانا. دلوقتي هنعجن مع بعض. دلوقتي يا حبايبي انا جبت طبق وحطيت الدقيق، وهننزل بالمكونات اللي احنا قلناها: ورقة بيكنج باودر دي، الخميرة والملح والسكر. دلوقتي يا حبايبي احنا نخلطهم كده مع بعض، وهننزل باللبن اللي احنا قلنا عليه. دلوقتي هنضيف نص كوباية زبدة، كده خلاص يا حبايبي اتعجنت زي ما انتوا شايفينها. لازم تبقى عجينة ناعمة طرية زي كده. وخدت معايا كيلو لبن رايب وكوباية، واحنا هنسيبها دلوقتي لما تختمر وهنرجع نشكلها مع بعض. دلوقتي يا حبايبي العجينة معانا خمرت زي ما انتوا شايفينها، طبقة ملا. وهنبدأ دلوقتي نشكل العجينة. هنمسك كده. التشكيل ده برضو ده براحتك، كبيرة صغيرة على حسب ما انت ايه ما تحبي. كده نمسك كده، هنكورها وجايبين صينية احنا دهنينها. انا هكمل الصينية ولما تتملي هنوريها لكم. دلوقتي يا حبايبي انا مليت الصينية، ودلوقتي احنا ايه هنبتدي نسويها. لازم كل واحدة والتانية تسيب مسافة علشان هي لما تختمر ما تلزقش في اللي جنبها. وتتهنيها كده زبدة وانت بتسويها، يعني اضغط عليها كده مش قوي، وودك تبقى فيها زبدة. انا هسويهم كلهم نفس النظام، وهسيبهم شوية 10 دقايق علشان برضو ايه يختمروا شوية. ولما اجي ادخلها الفرن هوريكم منظرها قبل ما اخبزها. دلوقتي يا حبايبي احنا بعد ما سيبنا الصينية 10 دقايق اختمرت معانا وعليت. وانا مولعة الفرن قبلها بفترة علشان تسخن، ودلوقتي ظبطها على 200 وانا هدخلها الفرن، وهي بتاخد حوالي ربع ساعة. ولما تستوي هوريكم شكلها. وادي الصينية القرص بعد ما استوت انا حبيت اوريكم شكلها. خفيفة خالص وريحتها حلوة. وهكسر لكم واحدة هشة خالص صدقوني، جميلة. شايفين؟ جميلة جدا. شايفين علوها وزي السفنج كده، وحلوة خالص. قلبها من جوه جميلة خالص. اتمنى تعملوها الطريقة دي. شايفين قلبها يا حبايبي؟ وما خدتش وقت معايا في السوا. واتمنى تعملوا الطريقة دي وتجربوها، وعايزة رأيكم فيها. وان شاء الله تعملوها تاكلوها بألف هنا. واشوفكم في فيديو جديد يا حبايبي. مع السلامة.